تحمل المسؤوليه، هذه الكلمه هذه سمحوا لي انا كنتحمل المسؤوليه، راه سمعناها في الكال اللي داز تماما. شنو الفائده؟ شنو استفدنا حنا من هذا التحمل المسؤوليه؟ ما استفدنا والو. بغينا الاستمراريه لاجل حاجه واحده، لاجل المصلحه ديال المنتخب المغربي، على انه نقادوا الامور ديالنا باش نمشيو للافضل. خذ معايا الحقيقه خويا حمزه، من ماتش جنوب افريقيا اللي كانت انذاك في المستوى الثاني ديال المنتخبات اللي كانت مشاركه في الكان، تقصينا معها الى يومنا هذا، عاد لعبنا مع منتخب ذات المستوى الثاني باستثناء تونس وباستثناء الغابون اللي ما كتمرش الغابون من افضل الاحوال ديالها، وكذلك تونس كانت في واحد الظرف هي ديال النشوه بالتاهل لكاس العالم كلين شيت الى اخره. فالحقيقه وصلنا لها مع مالي. اذا كان وليد مقتنع بانه المباراه ديال مالي شافه بانه المستوى ديال الفرقه ديالنا كانت مزيانه، فكاينه مشكله على انه نديروا الاوتو كريتيك لراسنا باش نصلحوا. فانا نتمنى وليد يكون ما عجبوش الحال على الماتش ديال البارح، كنتمنوا هكا خصنا نصلحوا. اما لا كان هو مقتنع ضمنيا بانه الماتش درناه ماتش مزيان، فهنا هنا مشكله اخرى، لحقاش الدور الموالي ما لعبوش مع مالي، ما لعبوش مع مستوى بحال مالي، لعبوا مع مستوى يكون افضل من مالي. ولا بغيتي تكون عندك مناعه وشخصيه بطل، كتبان لك شخصيه بطل من الماتش ديال البارح. انا شخصيا ما شفتهاش، فرقه فارضه ذاتها، كيفاش كتوقف بالبالون وكيفاش كتوقف بلا بالون سيرتو، فكاين مشكل.